اللاعبين على العقليه ديالهم، ان اللاعبين الحمد لله اللي ناضجين، اللي عارفين المسؤوليه اللي منقات على العاتق ديالهم. مقابله ما كانتش سهله بتاتا ضد فريق اللي من خلال الاناليز اللي درنا له بين على ان عنده لاعبين يمكن مغمورين، ولكن عندهم امكانيات كبيره خصوصا في الاطراف وكذلك في وسط الميدان، واللاعب رقم 17 كذلك. وعندهم واحد لو سيركوي اللي يمكن له الا سمحنا لهم باش يلعبوا يمكن لهم يوليو خطيرين بزاف. واللي كيأكد هذا الكلام هو النتائج ديال البارح، الهزيمه ديال المنتخب التونسي، الهزيمه ديال المنتخب القطري. كنظن اننا حنا مره واحده اخرى مشكورين اللاعبين على العقليه ديالهم. تعاملنا بواقعيه في الشوط الاول بجديه رغم الصعاب اللي كانت قبل المقابله. مي الشوط الثاني يمكن الطريقه ولا السيناريو اللي مشى به المقابله ومشى به الفريق الخصم، ان دار 4 في الهجوم، يعني بغى يرجع الكل في المقابله. جعلتنا حنا نديرو اختيار اخر اللي يخلينا اننا نشدوهم في المرتدات. نظن اننا نجحنا، الا اننا ما سجلناش، لان جاونا في هذا لو سيناريو 3 ديال الامكانيات في المرتدات باش كان يمكننا نسجلوا اهداف، اضافه لضربه الجزاء اللي كنظن من المنظور ديالي انها تحيدت لنا واللي ضربه جزاء 100%. فمره واحده اخرى سعيد ب3 نقاط في اول مقابله، والان غادي تسمح لنا باش اننا نجهزوا راسنا بطريقه افضل، بحكم ان هذه المقابله كذلك كان علينا اننا نديروا اون جيستيون ديال لي جوور على حساب كل واحد فوقاش التحق. الخوف من الاعطاء، بزاف ديال الاشياء والصعاب اللي واجهتنا. كنظن ان ان شاء الله في المقابلات الجايه غادي تسمح لنا باش نديروا استعدادات افضل ان شاء الله الرحمن الرحيم للمقابلات القادمه. شكرا. اولا كنبغي نشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم. مباراه كما قال السي طارق انها ما كانتش مباراه سهله، خصوصا في البطوله العربيه. ما كتعرفش ان هناك منتخب سهل. بطوله عربيه قويه. كان الاهم لينا في هذه المباراه هذه هو اننا نحصلوا على 3 نقاط اللي هي كانت المبتغى الوحيد ديالنا، اللي تخلينا اننا نلعبوا المباريات الجايه بواحد الثقه. الحمد لله اللاعبين يعني الدولة عليهم وكسبنا 3 نقاط. كنبغي نشكر الجمهور اللي كان حاضر وكان ساندنا في هذه المباراة. كل لاعبين يعني مشكورين. الجائزة ديال أفضل لاعب بالنسبة لي هذه جائزة ديال الفريق ككل، ما عندناش لاعب واحد، حنا مجموعة هنا جينا باش اننا نرفعوا الراية، واننا اللي دخل فينا كيأدي الواجب ديالو، واللي جالس كيشجع لنا على قلب واحد. وان شاء الله اننا